مرض السكر ده إحنا ممكن نصنّفه كعَرَض ممكن يزول بزوال أسبابه. السكر أنا خلاص عرفت إن أنا عندي سكر، بالصدفة أو بالطلب من الدكتور، عملت تحاليل، سكر تراكمي، عملت سكر صايم وفاطر، عملت insulin resistance، عرفت إن أنا عندي السكر. طلع. طيب أتعامل مع ده إزاي؟ أولًا لازم أبقى عارف إن الموضوع هو mind game بالنسبة لمرضى السكر، يعني مرض السكر ده إحنا ممكن نصنّفه كعَرَض ممكن يزول بزوال أسبابه. طب هو إيه أسبابه أصلًا؟ كعرض عَرَض ممكن يزول يزول بزوال بزوال أسبابه. أسبابه، طب مرض إيه أسبابه؟ السكر. طبعًا أسبابه سوء تنظيم الأكل إمم. والوقت والحركة، الاسترس النفسي والعصبي اللي الإنسان ممكن يحط نفسه فيه، فطبيعي لازم أعمل كنترول على الحاجات دي كلها. طب هل أنا كشخص مريض للسكر ممكن أخف من السكر؟ 100%. لو أنت خدت قرار إنك فعلًا عايز تخف من السكر وعايز تبقى حر طليق مش مقيد بدواء تاخده إمم. بشكل مستمر، ده خصوصًا ده لو ده أنت نُص الشعب المصري عنده سُكّر. حقيقي الناس بتبقى متخيلة بتتعامل مع السكر على إنه صداع مؤرق مش ممكن يخف منه، مع إن الموضوع بسيط وسهل جدًا التعامل معاه إمم. لو عرفنا إيه طريقة التغذية السليمة ولو عالجت أسباب اللي أدت إن أنا أوصل إن يبقى عندي سكر. يعني أنا زايد في الوزن وعرفت إن عندي سكر عالي، يبقى أنا rule number 1 لازم أعمل إيه؟ لازم أنزل في الوزن، لأن نزولي في الوزن واعتمادي على طريقة تغذية سليمة ونظام أكل صحي سليم إمم. ما فيش شك هيضبط مستوى السكر في الدم إمم. وهيقلل اعتمادي على أدوية السكر وممكن نوصل إحنا ما ناخدش أدوية السكر خالص.